تعالوا نعمل مع بعض بوريك الافران اللي بنشتريه من بره. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، وكمان هيطلع معانا احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندي 3 كوبايات من الدقيق، وعندي علبه من الزبادي، ربع كوبايه من الزيت، ورشه من الملح، معلقه كبيره من الخميره. هنحط معلقتين كبار من الصلصه وعليهم معلقتين كبار من اللبن، وهنقلبهم مع بعض، وبعدين نحطهم على العجينه عشان تدينا اللون اللي هو الاورنج ده بتاع البوريك. هنخلط كل المكونات دي مع بعض لحد ما تتلم معايا عجينه. لو العجينه مش بتتلم هنزود ميه، لو بتلزق قوي هنحط رشه من الدقيق. لحد لما القوام بتاعها يبقى زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنسيبها لحد لما تخمر في مكان دافي. الحشوة بقى هنحط في طبق جبنة بيضة او الجبنة المعلبة او اي نوع جبنة تحبوه، وهنحط عليها زيتون متقطع، ممكن نحط بسطرمة او سوسيس، الحشوة زي ما انتم عايزين بتحطوا. وبعد ما العجينة بتاعتي اتخمرت هنفردها ونقطعها بكوباية او بقطعها على شكل دايرة، وهنحشيها بالحشوة بتاعتنا. بعد كده هنرصها في صينية مدهونة بالزيت، وهندهن الوش بحبة من اللبن معاهم ربع معلقة من السكر، ممكن نحط بيض لو عايزين، لو مش عايزين ما نحطش. وهنرش عليه حبة البركة، وممكن سمسم عادي اي حاجة تحبوها. بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وبعدين نوطي الفرن ونسيبها لحد لما تستوي. نحطها في علبة ونقفلها عشان تفضل طرية وما تنشفش مننا، وهيطلع معاكم بقى بوريك طعمه تحفة، احلى كمان من اللي بنشتريه من بره. جربوه وبألف هنا وشفا.